ياسين بونو وبونو كوليبالي. 10 مباريات في مواجهة الفريقين، 6 انتصارات هلالية، مرة واحدة تفوق ضمك على الهلال، و3 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين. سالم الدوسري تغطية وتدخل، عاد بعد ذلك إلى رمية جانبية. لا زال سيرجي يشتكي من إصابة، تدخل في اللقطة الماضية لتتحول الكرة إلى وجود رمي. انتقل إلى نادي روما الإيطالي، وراح تكون تجربة كبيرة مهمة، ونتمنى أن تكون جسر عبور اللاعبين المحليين، اللاعبين السعوديين إلى أندية مهمة في أوروبا. تمريرة فيها تغطية أمام متروفيتش، وبعد ذلك في وسط الميدان عن طريق رمزي سولان، رمية جانبية وخطأ يحتسب الحكم. أجمل ما في المباراة استمرار الدعم في المدرجات اللي نشوفه من أنصار الفريقين بالذات لجماهير الهلال. لودي مرة أخرى ومرة ثانية خطأ على لودي، ومباراة ثانية مطالب فيها لودي أن يقدم شيء هو يعلم أنه غير مقنع حتى الآن في تجربة. يبكي جيسوس، البريك على دكة البدلاء، نفس الأمر لياسر الشهراني، يعطي تعليمات بعد ذلك بعد مضي 31 دقيقة. لاعب الأبرز اللي لا يمكن أقول أبرز الأهم اللي لا يمكن الاستغناء عنه، القطعة اللي لا يمكن أن تستغني عنها في قائمة فريق جيسوس. ربما يذهب البعض إلى المهاجم الهداف متروفيتش، ويذهب البعض إلى لاعب خط الوسط نيفيز، اللي من الصعب أن تجد إذا لم يكن من المستحيل أن تجد له بديل. كرة فيها تغطية بعد ذلك من كوليبالي، ونفس الأمر ينطبق على بونو، وكرة تصل بعد ذلك للحمدان، وبعد ذلك بلمسة أمامية بعيدة وصعبة من جانب نيفيز، صعبة على محمد القحطاني، لكن يقاتل على كورته ليبتكر يسعيدها ليمررها، والدفاع يتدخل بعد ذلك، والجماهير كانت تطالب بلمسة يد لم تكن موجودة في قرار الحكم، لتتحول بعد ذلك إلى رمية جانبية لمحمد القحطاني. 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، لا زالت متعادلة في ملعب الملز هذه المباراة، وننتظر وياكم دقائق أكثر قوة. هذه كرة أمامية تصل نحو مترو، تدخل خطيرة، القحطاني باليسرى حطها، صدمت في الدفاع، مترو حطها، مترو لا يضيع، هدف هلالي. سولان بالخطأ من البلاي، خطيرة لمصلحة ضمك في هذه الأثناء، محاولة وكرة جميلة والتعادل لفارس. نعم كمانو ينجح في إدراك التعادل، خلطة دفاعية هائلة، ينجح في استغلالها فريق كونتا. كمانو طويلة، فرصة متاحة، مرتدة تصل إلى ديالو، هي لضمك في هذه اللقطة، هي لديالو في هذه المحاولة. الجهة اليمنى يهاجمون، يتقدمون، يحاولون، جميلة، الله ويسجلون، يفعل فريق كونترا. الله يا فارس الجنوب، أيوة أداء هذا روعة هلالية للبحث عن التعادل. سالم بعرضية خطيرة وكرة تسديد، لا والله مصعب اللي حطها، هذه كرة فنان يا جماعة، هذه كرة لاعب فنان يا جماعة. القادمة هل ينجح الهلال في تحقيق فوز صعب في ظروف صعبة أمام خصم قوي للغاية وهو نادي ضمك؟ تحرك هدير الأمواج الزرقاء في ملعب الهلال ويجلب الانتصار حتى الآن في هذه الوضعية، في هذه اللقطة. الحكم يوقف اللعب لتأكد ما إذا كان ميتروفيتش متسللا أم لا. لقطة تثير بعض الجدل في ملعب الملز. هنا في هذه اللقطة نيفيز، هنا ميترو متسلل. هذه كرة وصلت من سالم إلى لودي، هنا ميترو غير متسلل، وبعد ذلك الهجمة استمرت والهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش اللي كان متسلل في لقطة أولى، في الثانية لم يكن كذلك. الهدف اللي سجله ميترو الرابع له في مباراتين.
هذا الموسم. لمست الكرة في مصعب الجوير، راحت اليمين اللي يعرف زوايا المرمى جيدا، كل سنتيمتر في شباك الخصم، يعرف كيف يقهر الخصم، ويعرف كيف يجلب الفرحة لمناصريه، ويعرف كيف يسجل أهداف. النجم الكبير متروفيتش، هدف هلالي ثالث في هذه الوضعية. راح نتأكد ما إذا كان في تسلل أم لا، سننتظر وإياكم قرار حكم اللقاء. في هذه اللحظات يتكلم مع مساعدة ستيفان كوباكس، مساعدة ماريان باربو، ما إذا كان في شيء في اللقطة الماضية أم لا، في تسلل أم لا، في لمسة يد أم لا، هدف شرعي أم لا. أسئلة كثيرة تدور. المتبقي 5 دقائق. جيسوس يبدأ الموسم بمباراة صعبة للغاية. سننتظر هذه اللقطة التي تحبس الأنفاس في هذا الملعب هنا في استاد الأمير فيصل بن فهد. فالهلاليين يمنون النفس بأنه هدف شرعي.